السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. يا رب تكونوا بخير. يلا النهاردة هنعمل غدا سهل وسريع بالنسبة لي أنا. يمكن الأكلة دي لو هعمل فيها 600 صنف هتخلص في ساعة، مش هتاخد منك وقت تماما. وهعلمكم دلوقتي ازاي تفتحوا السمك السنجاري من الظهر وتخلوا المكرونة. تمام كده، أنا عندي هذا مكان اللي هي الماكريل دي. قطعت كده الراس بتاعتها ونضفتها، وهبتدي بالسكينة كده من الظهر افتحها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هي دي طريقة السنجارة. عايزة بقى اي نوع سمك تفتحيه سنجارة هتفتحيه بالطريقة دي. طبعا هغسله بقى حلو قوي وهنضفه، وهنقعد دلوقتي مع بعض. عندنا كذا نوع سمك النهاردة هنعملهم مع بعض بطرق حلوة قوي ان شاء الله هتعجبكم. دي اول حاجة كده معايا اللي هو الماكريل نضفتها. وبرده ايه معايا المكرونة اللي هي مش البلدي الصغيرة، لا المكرونة اللي هي الكبيرة دي. هخليها معاكم دلوقتي بطريقة سهلة قوي. طعمها احلى من السمك الفيليه بكتير جدا جدا جدا. يعني انا بحب اجيب المكرونة اللي هي الكبيرة دي واخليها من الشوك خالص، بتبقى طعمها احلى من الفيليه بكتير. ما بتبقاش فيها شوك خالص زي الفيليه، وبتبقى طعمها احلى من الفيليه. بحط صباعي كده بفصل الشوك عن اللحم بالراحة خالص كده. بمشي صباعي كده بالراحة بين الشوك وبين اللحم بتاع السمك لحد ما افصلهم عن بعض تماما كده بالشكل دوت. طبعا الحتة اللي هي السوداء اللي في الجنب دي هقصها خالص وهرميها، هستغنى عنها. اي شوكة بقى هتقابلني في السكة كده هروح شايلاها. بس وهو بقى بالطريقة دي بيتخلي برضو. طبعا هغسله حلو قوي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. او بالشكل ده كده بالراحة بفصل الشوك عن اللحم، وهو اصلا بيطلع معايا بمنتهى السهولة. قطعيها بقى للمقاس اللي انتي عاوزاه بالشكل اللي انتي عاوزاه. وهنتبله دلوقتي بقى كده مع بعض بتتبيله برضو حلوة قوي. هغسل برضو البولتي والبوري برضو هغسله معاك، وهنضف كل السمك ده كده. ونشوف بقى ايه هنعمله ازاي مع بعض. هفتح برضو معاكم البولتي كده سنجاري. طبعا القشر اللي بتبقى في الظهر بتاع البولتي ده كده بقشرها كده بالسكينة. ممكن تجيبيه متنضف من بره وتريحي دماغك اصلا من كتر من كل الوش دوت. تجيبيه متنضف من بره اريح لك. بس هو بقى جت معايا كده المره دي. انا دايما بجيبه متنضف، بس جت معايا كده المره دي ما نضفتوش بره، نضفته في البيت. هفتحها بقى كده بالنص بعد ما فتحتها كده برضو من الظهر كده بالمقص. هفتحها بقى من النص خالص، وهبتدي بقى ان انا اغسلها دلوقتي. وفي فرشة كده صغيرة انا عاملاها للسمك بس. عندي فرشة كده صغيرة بنضف بيها السمك بس. بدعك بيها كده بطن السمك بينضف معايا وبيبقى زي الفل. بصوا بقت زي الفل ازاي.
وده بقى البوري. برضو هقصقص بقى كده كل ال الشنبات بتاعته دي والحاجات اللي هي بتاعته دي. بس ايه، القشرة اللي بره في البوري اللي هي في الظهر دي انا مش هقشرها علشان هشويه. ممكن اصلا تشويه من غير ما تفتحي بطنه، يعني ممكن تشويه كده في الفرن بزيت وليمون من غير ما تفتحي بطنه. بس بصراحة انا بفضل ان انا ايه، افتح بطنه بقى واغسله حلو قوي وانضفه. ما بحبش ان انا اعمله كده، بنضفه بقى كده من القلب وكل حاجة فيه، بغسله من جوه بيبقى زي الفل. بسيب بقى القشرة اللي هي من بره دي ما بشيلهاش، يعني عشان خاطر هشويه هشويه بالردة يعني وكده. حطيت بقى على البولتي ملح وليمون كده وسبته في المية شوية، وهبتدي بقى اعمل الخلطة اللي انا هشوي بيها الماكريل وهشوي بيها البوري. هسيبهم بس كده، انا مش حطاهم في ميه، لا حطاهم ان هم ايه في مصفى كده يتصفوا، لو في اي ميه ولا اي دم يتصفوا. برضو المكرونه برضو ما بنقعهاش خالص عشان ما تتهريش، عشان هي عامله زي الفيليه كده. برضو ايه ركنتها كده على جنب. بعد كده ما خلصت بقى ايه غسيل السمك كله، هبتدي بقى اعمل الخلطه اللي انا هحشي بيها السمك اللي هشويه. انا هعمل الماكريل، السمكيه الماكريل دي هعملها سنجاري، والبوري هشويه بالرده. ممكن تشوي البوري يعني تعملوا نفس الخلطة دي نفس الحشوة دي وتحشي بيها وتدخليه في الفرن بزيت وليمون يتشوي في الفرن. برضو هيبقى حلو قوي لو انت مش عايزاه على الفحم مثلا. سوري اسفة، لو انت مش عايزاه بالرد بقى وتدخني الدنيا وكده، ممكن تعمليه في الفرن بزيت وليمون برضو هيبقى حلو قوي. بس بصراحة انا بحب اللي مشوي بالردة. قطعت بقى ايه شوية كده من الخضار اللي هم عبارة عن بقدونس، شوية كده من يعني نص ربطة بقدونس كده، وقرن كده فلفل، عايزاه بقى بارد عايزاه سبايسي براحتك، وقرن فلفل كده، وبصلايه صغيره. كل الكلام ده هقطعه حتت صغيره. وطماطمتين برضو هقطعهم حتت صغيره. وعندي بقى كده جزرايه، الجزرايه دي أنا مش هاخدها كلها، هاخد نصها بس كده هبشره واحطه على الخضار اللي احنا قطعناه دوت، اللي هو البقدونس والفلفل والبصل والطماطم. اخد شويه كده بقى برضو من الجزر المبشور، وهنزل بقى عليهم بالتوابل. التوابل بتاعتي خفيفة أوي، سمك معروف. البهارات بتاعته كمون وملح وكزبرة، حابة تضيفي شطة اختياري، مش حابة براحتك، لكن دي بهارات السمك المعروفة. حطيت بقى معلقة صغيرة كده من الملح ومعلقة صغيرة من الكمون ونص معلقة من الكزبرة، واحط ربع معلقة كده من الشطة. وهعمل ميكس بقى، هقلب كل الحاجات دي مع بعض مع فصين توم وعصرة ليمونة، ودي الخلطة اللي انا هحشي بيها السمك. انزل كده بفص توم مفروم، وعليها عصرة بقى كده نص ليمونة، وهقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه حلو قوي، وهحشي بيه السمك. الخلطة دي يعني تعمليها لأي سمك مشوي، سنجاري بقى زيت وليمون في الفرن بالردة، أي نوع سمك هتعمليه بالحشوة دي، يعني خديها مني ثقة، هيبقى خطير. الخلطة دي فعلا حلوة قوي 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 لجميع الأسماك المشوية. أنا بقى المفروض هنا كنت عايزة ورق فويل علشان خاطر الف فيه السمكية بتاعتي، بس الحقيقة ما كانش عندي ورق فويل. بس الجيش قالك اتصرف. انا دلوقتي هجيب ورق زبدة واحطه في ارضية الصينية واحط السمكية فوقيه. مش عندك ورق زبدة ومش عندك ورق فويل، نقطتين زيت كده في الصينية وحط السمكية في الصينية على طول مباشرة، من غير ورق زبدة ومن غير ورق فويل ومن غير حاجة خالص طالما ما عندكيش.
نقطتين زيت كده في الصينيه، وحطي فيهم السمكية بتاعتك كده، وحطي الحشوة كده جواها. طبعا ده فلفل الوان للتزيين مش اكتر، ممكن تستغني عنه. واحط بقى الحشوة اللي احنا حطيناها دي كده، وده بقى ايه كده السمك ده كده خلص معايا. عملت منه كيلو 2 كيلو 3 كيلو، هي دي الطريقة اللي هتعملي بيها. هدخله بقى الفرن، واول ما هيستوي هنشوف بقى هنعمل له ايه تاني ولا هنحط له ايه تاني. بس كده ده كده لحد دلوقتي خلص معايا، واقف على السوا بس. وبعد ما يستوي هيبقى في تركاية كده بسيطة هعملها معاكم. وده بقى السمك البوري برضو هحشيه بنفس الخلطة دي اللي احنا عملناها، هحشي فيها وهركنه برضو ايه 5 دقايق كده على ما اجهز الردة والحاجات اللي احنا هنشوي فيها، نشوي بيها. بحشيه كده، وبرضو بحشي الراس بتاعته عشان خاطر يبقى اللحم بتاعه كده جوه، من جوه متبل كده وطعمه حلو. باقي بقى الخلطة اللي اتفضلت دي هم حبة صغيرين بقى، هنعمل فيهم ايه دلوقتي؟ هقطع عليهم طماطمايه وقرن فلفل كده حلو، وليمون وتوم وملح، وهحط شوية كمون برضو تاني، بس شوية ليمون بقى كده حلوين. الليمون برضو هحطه بقشره، مش هقشر القشر، هحط الليمون كده بقشره بتاع 3 ليمونات كده حلوين كبار. هقطعهم كده على الخلطة اللي اتفضلت دي مع طماطمايه وقرن فلفل وشوية ملح ومية وكمون وشوية ايه كزبرة صغيرين. كملت البهارات بتاعتها وحطينا بابريكا كمان. الكلام ده بقى كله عايزة بقى تقلبيهم وتسيبيهم كده على جنب، وتسقي بيهم السمك بعد ما يتشوي سواء في الفرن ولا بالردة براحتك. بس انا بصراحة بفضل ان انا اضربهم في الخلاط، بحب اضربهم بقى في الخلاط. يعني حطيت كل الكلام ده كده على بعضه، الطماطم على الخلطة اللي اتفضلت من حشو السمك، ومعاها طماطم وفلفل وليمون وتوم وبابريكا وملح وكزبرة وكمون، وكل الحاجات دي كده اخدتهم بقى كده مع بعض في الخلاط مع شوية مية، وضربتهم بقى ايه ضربة حلوة قوي قوي قوي. لما نعمتهم جدا عشان خاطر لما اسقي بيهم السمك، سواء الماكريل اللي هو السنجاري او البوري لما يتشوي، لما اسقي بيهم تبقى الخلطة ايه مضروبة كده وتتشرب كويس قوي في السمك، فيطلع متبل كده معاكي وحلو قوي. انا بالنسبه لي بفضل الطريقه دي. حابه بقى ان انت تسيبيهم كده، ولما السمك بتاعك يتشوي او يخلص تروحي حاطه عليه كده حبه، او تنزليه جوه الخلطه دي شويه وتطلعيه براحتك. بس انا بصراحه بفضل الطريقه دي، ارشه كده على السمك من فوق بعد ما يتشوي، علشان خاطر ايه اللحم بتاع السمك يشرب منه احسن. عملت بقى خلطه هحيق اتبل بيها السمك اللي هقليه. حطيت بقى توم، حابه تحطي فلفل براحتك، انا بصراحه مش بحب احط فلفل في تتبيله السمك. توم وكمون وكزبره وشطه وليمون وملح، بس كده. توم وكمون وكزبره وشطه وليمون وملح، قلبت كل دول مع بعض كده، وهبتدي بقى ايه ان انا اتبل السمك بتاعي. تبلت كده البولتي والمكرونه برضو كده بتبلها، وهركنهم بقى ايه على جنب، ونشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. عندي بقى هنا بقى ايه هنعمل شويه رز كده، بس مش هنعمل رز صياديه، يعني احنا هنعمل رز كده بطريقه حلوه قوي النهارده، هيعجبكم قوي لو جربتوه. عندي هنا بصلايه بقى ايه وسط كده مش كبيره قوي، طبعا برضو البصل ده على حسب كميه الرز اللي انت هتعمليها. انا عملت بصلايه واحده بس وسط، عشان خاطر انا هعمل كوبايه واحده بس من الرز، مش هعمل اكتر من كده. اعملي كميه البصل على حسب كميه الرز اللي انت هتستخدميها يعني او هتعمليها. بعد ما قطعت بقى البصلايه في شويه الزيت دول، دي بقى السمكية هديها كده رشة من الزيت، وهدخلها بقى الفرن تستوي. انا حطيت عليها التتبيلة وسبتها شوية بتاع 10 دقايق كده، وهدخلها بقى الفرن. بعد ما البصل اخد معايا اللون الذهبي الحلو دوت، هروح حاطه عليها جزرايه بقى صغيره كده مبشوره، وهسيبها بقى ايه على نار هاديه. البصل والجزر دول يتبلوا مع بعض، انا عايزه الجزر دوت يدبل تماما. على ما يدبل بقى، ده صاج انا عاملاه عندي هنا للشوي. الصاج ده مش بعمل فيه اي حاجه غير ان انا بشوي فيه بس. وعندي هنا بقى شويه رده، هجيب البوري
برضو يعني الطريقة دي هتعملي بها نفس كمية السمك. لو هتعملي 10 كيلو سمك مشوي هتعمليه بنفس الطريقة دي. هتحشيه بالخلطة اللي احنا عملناها وتحطيه كده في الردة وايه، وتحطيه بقى في الصاجة عندك اللي انتي بتشوي فيها، تديها كده نقطة من الزيت، وتحطي بقى السمك فيها ان هو يتشوي بقى ايه على الجنبين كده زي ما هوريكم دلوقتي. كل شوية بديله ضغطة كده خالص، يعني ضغطة كده خفيفة بالسكينة، بديله كده ضغطة عشان خاطر اللحم بتاعه يستوي من جوه ويبقى حلو. وبديله تخريمة كده برضو بالشوكة. بديله كده تخريمة بالشوكة عشان النار تدخل في لحم السمك من جوه فيستوي كويس. ولما اجي اسقيه بالخلطة اللي احنا عملناها دي اللحم يتشرب من جوه ويبقى متبل حلو، يعني ميبقاش ناقصه تتبيلة. حطيت بقى الرز بعد ما غسلته كده على الجزر والبصل، واحط بقى شوية ملح وشوية كمون، ومش هضيف اي حاجة تانية اكتر من كده، الملح والكمون بس. وهقلبهم بقى كده مع بعض وهضيف لهم المية وهولع عليه. بس قلت بقى ايه، اقلب السمك بس كده الاول قبل ما ازود الرز المية بتاعته. بوقفه برضو على سيفه كده شوية عشان خاطر اتأكد انه استوى من كل الجوانب، يعني من كل الاتجاهات بتاعته تبقى استوت. هنا بقى السمكية بتاعتي بقت خلاص استوت، بس ايه فاضل ان هي تاخد اللون. بحط فيها الشوكة كده، بديها ايه تخريمتين بالشوكة كده. وبحط بقى من الخلطة اللي انا عملتها دي اللي ضربتها في الخلاط، بحط منها كده كبشتين عليها، وبدخلها بقى الفرن يا دوب تاخد لون واخرجها على طول. هنا برضو السمك خلاص كان اتشوى بقى تمام قوي. اتأكدت ان هو استوى طبعا، حطيت الشوكة كده فيه لقيت انه من جوه استوى وبقى زي الفل. بديله برضو كده رشتين من التتبيلة دي، وبسيبه فيها ايه بتاع 10 دقايق كده قبل ما اخرجه، بحيث ان التتبيلة تدخل جوه لحم السمك نفسه. هزود بقى كمية المية المناسبة للرز. الرز المصري كوباية الرز بتاخد كوباية مية. هزود بقى كده المية للرز وهغطي عليه واسيبه بقى ان هو يستوي خالص. هسيبه ان هو بعد ما يتشرب هوطي عليه يستوي وخلاص كده. هبتدي بقى ان انا اقلي السمك. بعمل كده شوية الدقيق ده، وبحط عليه شوية ملح وشوية كركم وشوية كمون، وبعفر بقى السمك كده بالدقيق وابتدي ان انا اقليه. بس كده خلاص بقى كان اخد اللون الذهبي ده كده على الجنبين، وكان بقى تمام قوي. ده السمك اللي هو المكرونة الفيليه. والله العظيم لو جربتوه بالطريقة دي اطعم من الفيليه بكتير قوي. هبتدي برضو ان انا اقلي البولتي دلوقتي، برضو بعفره كده بالدقيق وابتدي ان أنا ارصه. وبس خلاص ادي كده الغدا بتاعنا خلص النهارده، سهل وبسيط. وبالنسبه لي دوت يعني ده اسهل اكل ممكن الواحده تعمله في حياتها، يعني ده اسهل غدا ممكن حد يعمله. حتى لو هتعملي كذا صنف مش هياخد منك وقت خالص، لان السمك ما بياخدش وقت في السوا. بس الرز كان طالع مفلفل وكانت ريحته خطيره، وجربيه كده بالجزر هيعجبك قوي. عملت كمان سلطه خضراء، وشوينا كده البوري، وعملنا الماكريل سنجاري، وقلينا البولتي والمكرونه. وبس ده كده كان الغدا بتاعنا النهارده. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.